بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى أعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات أون تايم سبورتس للشوط الرابع والأخير من نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رجال رقم 35 بين الشرقية والطائرات، والنتيجة 3 الطائرات 2 الشرقية. أشرف سعيد يلعبها لمحمد أسامة ناحية اليمين، طالع بالكرة دريبل وبيلعب لقدام موكشة وتطلع ضربة ركنية لصالح الشرقية. لونج كورنر تاني لإيزا ناحية اليمين لمحمد أسامة اللي بيعمل دريبل وبيحاول يخش كده جوه الدايرة وبيرجعها تحت تاني لأشرف وإيزا غنيم، وهجوم ضاري طبعا للشرقية متأخرة بهدف وتوصل لأشرف تيجي في مضربه وتطلع خارج الخط الجانبي. وفليك لقدام، برع ياخد كورته من الطائرات وهيحاول يعدي بقى من حماده، يلعب الكوره كده لمسانده جاياله كده من ورا وبيعدي لعبه وبيعدي من واحد والتاني، لكن بيعمل سكرين بالمضرب وقفشها الحكم مناشي من زيمبابوي وحسبها على لعبه. وتاني عبد الله لعبد الرحمن ناحيه اليمين، محمد أسامة اللي بيلعبها لقدام، طلع بالكوره وبيعدي من واحد والتاني وعلى وش الدايره وخطره وضربه ركنيه جزائيه. ضربه ركنيه جزائيه للشرقيه رقم 4 في المباراه، يجيبها عبد الله زين. يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل فيها الضربه الركنيه الجزائيه دي؟ هل هتتعادل الشرقيه ام دفاعات الطائرات ليها كلام تاني؟ هنشوف. بيلبسوا مهمتهم اهو في 40 ثانيه دفاعات الطائرات، وكل لعيبه الشرقيه المهاجمين جاهزين. 2 بلوك وصفر استئناف وإيزا يعني قنبله بجوار القائم الايمن، وتضيع فرصه كبيره جدا من الشرقيه. يعني 4 ضربه ركنيه جزائيه الشرقيه ما جابوش اهداف غير من ضربه وحيده. وتاني فاول للشرقيه. عبد الرحمن ناحيه الشمال كده بيعدي ونزلها لإيزا ناحيه اليمين لمحمد أسامة. محمد أسامة طالع بكورته وهيحاول يدخل كده، لكن دخلها الدايره، لكن محمد نصر معاه من طائرات بيلعبها ناحيه اليسار لالا بريفيرز لقدام، لكن فاول عليه. باك ستيك كرة جت في ظهر المضرب. تاني حماده، كرة بيدخلها الدايرة توصل لأحمد جمال وتيجي في مضربه وتطلع خارج الخط الجانب. وباقي 11 دقيقة، 3 طائرات 2 الشرقية. محمد نصر لعبها لعبه لحمدي اللي بياخد فاول، تيجي في رجل أشرف سعيد وتبقى ضربة حرة للطائرات. لازم يمشي بيها 5 متر او يبصيها لزميله على بعد 5 متر اهو، بصاها لعبه خلاص كده يدخلها الدايره بقى. دخل وخد جد في مضرب حماده وخطيره، وتوصل لاحمد جمال ياخدها منه دفاعات الطائرات. ابو تريكه ناحيه اليمين لمحمد نصر اللي وقع كده وخد فاول. وبتنزل تحت تاني لالا بيلعبها جوه الدايره وخطيره وضربه ركنيه جزائيه.
الضربة الركنية الجزائية السادسة لصالح نادي الطائرات، وخطرة جدا 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 جدا. يعني يا ترى هل ترى ايه اللي هيحصل؟ هل الطائرات هتعزز بهدف رابع ام دفاعات الشرقية وحارس مرمى الشرقية هيزود عن مرماه من الضربة الركنية الجزائية الخطيرة دي؟ وطبعا بيبقى فيه بلوك من حسام وبلوك تاني من ميدو في الطائرات، وفاضل 10 دقايق. وادي لبس المهمات الشرقية اهو، 2 بلوك اهو، حسام رجب وميدو، واترفعت بعيدة لا والهدف الهدف الرابع للطائرات. الهدف الرابع ابو تريكة رقم 22 الطائرات يحرز الهدف الرابع بسويب باص كده جه في السياج لتصبح النتيجة 4 الطائرات 2 الشرقية. قلنا ان الضربة الركنية الجزائية بتبقى خطيرة ونسبة احرازها هدف بتبقى كبيرة جدا، وحتى هو لعبها بعيدة عن ابو تريكة لكن قدر ياخدها ويدخل بيها الدايرة. لازم من شروط طبعا الضربة الركنية الجزائية ان هي تخرج خارج الدايرة، فخرجت ودخل بيها وقدر يصوبها في المرمى وجاب الهدف الرابع، وتصبح النتيجة 4 الطائرات 2 الشرقية. وباقي 10 دقايق، وهتبقى 10 دقايق طبعا من نار لان الشرقية بتدافع عن اللقب. وإذا تاني وتخط من الجميع وتطلع خارج الخط الخلفي. طبعا في ذهول من الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الشرقية الاحتياطي. فريق الشرقية فريق عريق، لكن قدر فريق الطائرات بتكتيك كده بقيادة المدير الفني مصطفى العسقلاني ومع المدرب محمد الدش يتفوقوا. خد كارت اخضر كمان في نقص عددي على فريق الشرقية. سعيد كمال خد كارت اخضر، وتاني محمد نصر بيرفع فليك لكن تتخطى برعي، تطلع ضربة حرة لصالح الشرقية. إيزا لأشرف، فاول لأشرف، واعتراضات طبعا بيطالبوا بكارت زي ما اديت هنا كارت. خد كارت اصفر اهو، خد كارت اصفر. لاعب الطائرات خد كارت اصفر. وعبد الرحمن بودي خطيرة بيستخلصها محمد نصر وبيلعب كده لبرعي. برعي بيشتت لقدام، وحماد عاطف بيلعبها لغنيم. غنيم لعبد الرحمن، عبد الرحمن الجنايني بيلعبها ناحية نص الملعب لإيزا. إيزا ناحية اليمين لمحمد أسامة اللي بياخدها كده يعني بصعوبة وبيقاتل عليها وبياخدها وبياخد ضربة ركنية. وفي تحذيرات لمدير الفريق هنا وهنا من جاستس تي او تكنيكال اوفيشال البطولة المباراة. تاني يلا اشرف على وش الدايرة، محمد اسامة وريفيرز وتصويبة، والهدف الثالث، الهدف الثالث للشرقية يحرزه احمد جمال عبد الله. يعني مباراة رائعة وجميلة بين فريقين ابطال افريقيا. احمد جمال عبد الله يجيب الهدف الثالث لتصبح النتيجة 4 الطائرات 3 الشرقية. وباقي 7 دقايق وصافرة استئناف المباراة مرة تانية. وضغط من الشرقية كبير جدا، والطائرات بتلعب يعني على الكاونتر اتاك بس بترجع تاني. اهو محمد نصر بيطلع الكرة لقدام، بتوصل لبرعي.
وجاب كيك بول، خطأ للطائرات من احدى البقاع السحرية في ملعب الهوكي، ودخل كده بالكرة ولعبها قبل ما يمشي 5 متر، بس رجعها تاني مناشي حكم زيمبابوي. وفاول لصالح الطائرات. خلاص فاضل دقيقة ونص، توصل لمحمد نصر اللي بيطلع الكرة لقدام، وتاني محمد نصر بياخد مساحة من الملعب لقدام، وتيجي في مضرب حمادة عاطف وتطلع ضربة جانب، والمباراة بتلفظ أنفاسها الأخيرة. ميدو ناحية اليمين لباسم، بتاخدها دفاعات الشرقية عبد الرحمن، تطلع منه ضربة جانب لباسم طائرات، وضربة ركنية جزائية في وقت قاتل، في وقت قاتل ضربة ركنية جزائية، والحكم مناشي من زيمبابوي بيوقف الوقت في وقت قاتل، بيقول 5 متر. عبد الرحمن مش واقف 5 متر فبيقولوا له، بيحسبوها له كده يعني، بيقول له دي 5 متر يعني. جدال كده ما بين موكشا اخو عبد الرحمن واحمد جمال عبد الله، بيكلموا الحكم الزيمبابوي مناشي، وبيقول له دي هو واقف ورا 5 متر، لكن هو مقتنع ان عبد الرحمن بودي واقف في اقل من 5 متر، وبيقول له كده ان هو كان يعني موكشا احمد محمد علي الجنايني اخو عبد الرحمن محمد علي الجنايني بيتكلم معاه طبعا، لان دي كرة البطولة، ضربة ركنية جزائية للبطولة اللي يعني قدروا. حسام رجب جاب هدفين من ضربة ركنية جزائية، وابو تريكة جاب الهدف الرابع من ضربة ركنية جزائية، فطبعا لو جت هتبقى مشكلة كبيرة جدا. هنشوف يا ترى، هل ترى وادي ثبتت وحسام يا وبيقول بيطالب بضربة جزاء، حسام بيقول ضربة جزاء في رجله. هنشوف، وقف الوقت مناشي وهيشوف هو حسبها طبعا ايه، وبيوقف الوقت طبعا. هي جت قوية وسريعة، فهو حسبها ضربة ركنية، ان هي جت في مضرب يعني دفاعات الشرقية، ما جاتش في رجليه، لكن حسام رجب بالطائرات بيقول ان هي جت في رجليه. وادي استئناف المباراة تانية، وفاول لمحمد نصر، لعب الكرة كده في رجل موكشا. محمد نصر تاني بيدور على حد يلعب، ولعب فليك، لعبه هيدخل جوه الدايرة، ومحمد نصر وتاني يطلع الدفاعات الشرقية حسام رجب، وهيرفع فليك لقدام ونازله في تجمع، وفاول على اللي رافعها، وايقاف للمباراه. باقي 30 ثانيه، 28 ثانيه، والنتيجه 4 الشرقيه 4 الطائرات. لو انتهت المباراه بهذه النتيجه اعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، بنلجا للشوت اوت كومبيتيشن. هنشوف بس الصراع الكبير بين الطائرات والشرقيه في نهايه المباراه. وادي ايزا تاني بيطلع الكره لقدام، موكشا تيجي في مضربه وتطلع خارج الخط الجانبي. تاني لابو تريكه وفاول للشرقيه. حماده عاطف بيسرع اللعب، لعبها لاشرف بيحاول من ناحيه اليسار، بترجع تاني يلعبها لمحمد نصر، ومحمد نصر بيلعب الكوره لباسم لعبه بيعدي وبيجي ناحيه اليمين كده، وبيحاول يعدي من تاني، وبياخد ضربه حره. لعبه لمحمد نصر وبياخد
فاول محمد نصر من الطائرات. لونج كورنر وبيدخل الكرة الدايرة ومفيش حد يستقبلها خالص، وتبقى ضربة حرة لدفاعات الشرقية. مباراة جميلة ومثيرة وممتعة للجميع. وادي فليك رائع بتوصل لموكشا. موكشا هيعمل ايه؟ معاه لالا، لعبها ناحية الشمال لعبد الرحمن بودي، تيجي في رجله والحكم بيقول بلاي اون، بيدي تحت فرصة وضربة ركنية جزائية. ضربة ركنية جزائية في يعني اخر ثانية في المباراة على لعبه، واعتراضات منه للحكم مناشي من زيمبابوي، وبيقول لا، بيقول ما جاتش في رجلي. وباقي 30 ثانية كده، باقي 30 ثانية على نهاية الشوط الرابع والمباراة، والنتيجة 4 الشرقية 4 الطائرات في مباراة مثيرة. very exciting. يعني كل الفرقتين لعيبة وجهاز فني وجهاز إداري وجمهور يعني واقفين على أعصابهم. وفاضل 30 ثانية وضربة ركنية جزائية رقم 6 للشرقية في هذه المباراة، اللي طبعا في اهو هيروحوا يشاوروا بعض. الحكم الكسندريا من بلجيكا والحكم مناشر من زيمبابوي، ورايحين 2 كابتنز موكشا ولالا من الطائرات. فبيشرح الكورة وقال ان هي ضربة ركنية جزائية. شرح للالا عبد الله انور كابتن فريق الطائرات وقال له ان دي ضربة ركنية جزائية. وهنشوف بقى ايه طبعا ده في القانون والقواعد والرولز، ان الحكمين بيلجأوا لبعض بيأكدوا القرار. وفاضل 30 ثانية على نهاية المباراة، و4 وهنشوف بقى هل الشرقية هتجيب هدف وتتقدم ام دفاعات الطائرات ومحمود حسين يعني عامل مباراة اكثر من رائعة، ولسه صادد يعني 3 كور جامدين جدا. هنشوف مع بعض اعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس ايه اللي هيحصل. وصفرت ونزلت ايديها ورفعه سريعه واشرف لحماده وتصويبه في الزاويه البعيده وتوصل لعبد الرحمن وتاني ابو تريكه وفاول لصالح الطائرات. فاول لصالح الطائرات. طبعا خلاص كده المباراه هتنتهي. طبعا لما تنتهي بهذه النتيجه هنلعب شوت اوت كومبيتيشن. بس نشوف الكرة دي بيدخلها ايزا الدايرة، وادي صافرة نهاية الشوط الرابع والمباراة، في مباراة حماسية ومثيرة وعظيمة بين فريقين كبار جدا على نهائي بطولة افريقيا 35 للرجال بالتعادل الايجابي 4 الشرقية 4 الطائرات. وهنلجأ الآن للضربات الترجيحية من على نقطة 23 متر الهجومي. هنشرحها كده أعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورت بسهولة كده. دي زي كرة القدم بالظبط. 5 لاعبين من الشرقية معاهم 5 لاعبين من الطائرات. بدل ما بيلعب ركلة جزاء بيلعب حاجة اسمها شوت اوت كومبيتيشن، بيبقى من على خط ال 23 ده اللي احنا شايفينه، اللي هو بعد الدايره المتقطعه ده اللي بيبعد مسافه 22 متر و90 سم، لكن اجازوا ان هم يسموه 23 متر يعني قربوا ال 10 سم دول. بيقف اللاعب امام منتصف المرمى بالظبط او في اي حته على الخط زي ما يحب يعني، وبيبقى امام حارس المرمى. حارس المرمى بيبدا ان هو واقف خلف الخط الخلفي كده باقدامه وبمضربه،
وبيبدا 8 ثواني. 8 ثواني دول بقى يعني زي ما تقول ايه، تشالنج، يعني تحدي. يا حارس يا اللاعب يقدر يحرز هدف المهاجم، يا حارس المرمى يقدر يستخلص الكوره ويقدر يزود عن مرماه من الهدف، يا اما اللاعب يصوبها تطلع خارج الايه، المرمى. فهنشوف بقى ايه اللي هيحصل فيها. طبعا دي محتاجة بقى ايه، مهارة عالية جدا من اللاعبين ومن حراس المرمى. الترتيب في الخمسة الاولانيين، بعد كده لما بيتغير لو اتعادلوا بيبقى لاعب قدام لاعب، واللي يخفق او يعني فرق احرزت، الطائرات احرزت الشرقية اخفتت، الطائرات فازت. طيب الطائرات احرزت هدف والشرقية احرزت، يفضلوا متعادلين لغاية ما احد الفريقين، الطائرات اخفقت والشرقية احرزت، يبقى الشرقية فازت في 8 ثواني. 8 ثواني اللاعب المهاجم امام حارس المرمى المدافع في 8 ثواني. طبعا ممكن منها تحتسب ضربة جزاء، يعني مثلا المهاجم دخل بالكورة، راح اللاعب حارس المرمى دخل وشال المهاجم بالكورة جوه الدايرة، فده خطأ متعمد داخل دايرة التصويب، بيروح الحكم حاسب ضربة جزاء. طب ممكن لو خطأ غير متعمد بقى جوه الدايرة بيحسب ريتيكينج، يعني إعادة للضربة الترجيحية اللي هي الشوت أوت. ده كده بعجالة كده بسهولة شرح للضربة الترجيحية من على نقطة 23 متر الهجوم. طبعا في أبحاث علمية اتعملت في هذا الموضوع بدراسات، يعني بيشوفوا معدل الانتاجية الهدف قد ايه. وادي ابراهيم هو اللي هيحصل تبديل، هينزل مكان مصطفى امام لان هو افضل فيها، يعني الشرقية اتمرنت عليها، فنزل مكان مصطفى امام، هيبقى هو حارس مرمى الشرقية فيها ابراهيم علاء. وتوجيهات كده من عمرو الهادي ومن احمد جمال بيقول له يعني لعيبه الطائرات بيبقوا طبعا زملاء مع لعيبه الشرقيه في المنتخب القومي، فلعيبه الشرقيه بتقول له يعني اللعيب ده بيخش كذا، بيعمل تيرن، بيجي على الشمال ويثبتك ويعمل تيرن ويجي الناحيه الثانيه ويصيبها في الزاويه اليسرى، او بيروح جاي داخل على يمينك يمين حارس المرمى ويروح قاطم لجوه وعاملها في الزاويه الشمال او لفوق، او يخش دريبل واول ما حارس المرمى يطلع يروح عاملها فليك في المرمى. كل دي خطط تكتيكيه لاداء الضربات الترجيحيه. يعني في ابحاث، في المعيد عبد الرحمن من جامعه بني سويف عامل بحث في الضربه الركنيه الجزائيه، بحث قيم جدا باستخدام الاحبال المطاطيه، ان ازاي الفعاليه الهجوميه للاعبي المهاجمين تزيد باستخدام الاحبال المطاطيه، بحيث ان الرشاقه تتوافر لدى اللاعبي المهاجمين ويقدروا يحرزوا اهداف منها. لان طبعا منتخبنا خسر من جنوب افريقيا في البطوله المؤهله لكاس العالم بالشوت اوت كومبيتيشن، ومنتخب الناشئين برضه خسر في النهائي هنا على ملعب اسماعيليه من جنوب افريقيا بالشوت اوت كومبيتيشن. فهنشوف يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل. ادي اول ضربه ركنيه جزائيه داخل الشرقيه، هيخش اشرف سعيد من الشرقيه ومحمود حسين حارس مرمى الطائرات واقف في 8 ثواني. وادي الحكم الكسندري والحكم مناشي والحكم الاحتياطي ده نزل كمان والقاضي جاستس. وادي اشرف بيعمل تيرن وبيحاول وتاني بدريبل وفي القائم وحسبت ضربة جزاء. الكسندريا حسبت ضربة جزاء على حارس المرمى
لان جت باك ستيك، ان حارس المرمى محمود حسين الكوره جت باك ستيك. فطبعا ضربه الجزاء اي لاعب يشوطها بقى، يعني الضربه الركنيه، ضرب الشوط اوت الاولانيه حسبتها ضربه جزاء، فداخل موكشا هيلعب ضربه الجزاء، ودخل موكشا، والهدف الاول على يسار محمود حسين، لتصبح النتيجه 1 الشرقيه لا شيء الطائرات. واقف حارس الشرقيه ابراهيم، وداخل محمد نصر اللي احرز يعني هدف النهارده، اول الاهداف، ودي صفيره في 8 ثواني، وداخل نصر وبيعمل تيرن وبيجيب هدف، الهدف الاول للطائرات، وتبقى 1 الطائرات 1 الشرقيه. ايه المباراه العظيمه دي يا جماعه؟ يعني حتى في الشوط اوت متعادلين. وادي محمود حسين يتحسس كده المرمى، بياخد احساس المرمى، سنس المرمى، وايزا داخل من الشرقيه، والضربه الترجيحيه الثانيه، والكسندريا بتنزل وبتصفر 8 ثواني. ايزا 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 وفاول. هل ايه اللي حصل؟ حسبت ايه بالظبط؟ هنشوف ايه اللي حسبته الكسندريا، هنشوف ايه اللي حصل بالظبط. وقفت المباراة الكسندريا من بلجيكا وراحت لموناشي، وفي سكرين بالمضرب من ايزا، يعني وحسبت ضربة جزاء بنالتي ستروك، بلانتي ستروك، يعني هي رأت ان الهوكينج حصل قبل السكرين. وهيخش برضو موكشا وهيشوط ضربة الجزاء الثانية، وموكشا داخل وعلى اليمين، ويحرز موكشا الهدف الثاني للشرقية، لتصبح النتيجة 2 الشرقية 1 الطائرات. يعني ضربتين جزاء للشرقية يحرزهم موكشا، احسن لاعب في افريقيا وهداف افريقيا. وادي حسام رجب في 8 ثواني داخل، وصفارة استئناف المباراة، وحسام رجب داخل وبيعمل كده تيرن، وبيحرز الهدف الثاني للطائرات، لتصبح النتيجة 2 الطائرات 2 الشرقية. والضربة الثالثة للشرقية، يعني الضربة الأولى للشرقية جت ضربة جزاء، والضربة الثانية ضربة جزاء أحرزهم موكش، واحدة باك ستيك وواحدة هوكي من محمود حسين. هنشوف الضربة الثالثة بقى، داخل عبد الله زين، داخل عبد الله زين، ويا سلام يا عبد الله، بيعدي كده زي السكينة في البسبوسة ويعمل تيرن كده، ودي من ضمن المهارات، ويقدر يجيب الهدف الثالث، لتصبح النتيجة 3 الشرقية 2 الطائرات. وادي باسم من الطائرات، وصفارة استئناف المباراة 8 ثواني، وباسم باسم باسم وبيعمل تيرن برضه، بيثبت ابراهيم وبيجيب الهدف الثالث للطائرات، لتصبح 3 الطائرات 3 الشرقية. وسجدة شكر من باسم. وهنشوف الضربة الرابعة من داخل موكشا العالمي، اللي احرز هدفين من ضربة جزاء، واحرز في المباراة هدف الرابع التعادل، داخل في 8 ثواني، محترف في فرنسا. وادي داخل اهو موكشا، موكشا العالمي، يا سلام يا موكشا، يا سلام يا موكشا، يجيب الهدف الرابع
يخش كده يثبت محمود حسين ويعمل ترن ويجيبها ناحية الشمال، وبيكلم ابراهيم بيقول له يعني ايه حاول بقى تصد لنا دي يا ابراهيم، حارس مرمى الشرقية، وبيحاول ان هو يظبط ادواته. مباراة جميلة والله بين فريقين كبار ونهائي مصري خالص. وادي 8 ثواني اهو، 8 ثواني اهو، وابراهيم بيعدل الاوقية بتاعته، بيبقى لابس طبعا هيلمت واقي للرأس، ولابس شيست واقي للصدر، ولابس كيكر واقي للأرجل، ولابس شنجار واقي للساق، ولابس شورت واقي للجذع كله وللفخذين، ولابس كاب، ولابس كمان كتف، ولابس مرفقين للكوع. والحكمة ألكسندريا بتوقف الوقت، وموكشا رايح يساعده، يا اما بتقول له يبدل حارس المرمى، فبيقول له لا ماشي انا يعني هو طبعا بيهدي الملعب ابراهيم، بس في مشكلة عنده، فهنشوف ايه اللي هيحصل. هل هيقدر يكمل ابراهيم ولا مصطفى هينزل؟ مصطفى ينزل. مصطفى في مشكلة عند ابراهيم، فمصطفى امام هينزل مكان ابراهيم. ابراهيم طبعا زعلان، كان نفسه يكمل، لكن حصل اكيد في مشكلة، في اصابة عنده. وادي حسام رجب بيشرح كده الكورة للدكتور طارق عبد الرحمن، بيقول له يعني ان ما فيهاش اي حاجة، البلانتي ستروك اللي اتحسبت، الاثنين اللي اتحسبوا دول. وادي نزل مصطفى امام، وموكشا بيدي توجيهات كده كابتن فريق الشرقية لمصطفى. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في الضربة الركنية الجزائية الرابعة او الضربة الترجيحية الشوط اوت كومبيتيشن، الضربة الترجيحية التنافسية الرابعة اللي داخل لعبه في 8 ثواني قدام مصطفى امام. والكسندريا بتقول انت جاهز يا حارس؟ اللاعب انت جاهز، وتأكد على الحكمين مناشي والحكم جيمس من كينيا اللي يعني واقف على خط المرمى كده بيشوف الكرة هتتخطى بكامل هيئتها المرمى ام لا. وقضاة المباراة موجودين في المباراة، سمر نشأت وفرايداي من كينيا، و بيأكدوا ان كل شيء جاهز لأداء الضربة الترجيحية الرابعة للطائرات. وبتبص للقاضي جاستس الكسندريا، وصافرة بداية الشوط اوت الرابع، ولعبه بيهوش وبيعمل ترن تاني. ومصطفى يا سلام يا مصطفى، يا سلام يا مصطفى، مصطفى ينقذ الضربة الرابعة. وكده يعني فاضل ضربة للشرقية، لو جابوها تفوز الشرقية، لو جابتها الشرقية تفوز الشرقية ببطولة افريقيا رقم 35، ويبقى رقم 28 في تاريخ الشرقية. وادي تاني احمد جمال عبد الله، احسن لاعب في افريقيا داخل من الشرقية، وبيعمل دريبل وثقة، ويا سلام، ويحرز الهدف الخامس للشرقية، وتفوز الشرقية بالشوط اوت كومبيتيشن. الف الف مليون مبروك للشرقية ومحافظة الشرقية بالفوز ببطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري للرجال رقم 35. الف الف مليون مبروك. الشرقية فازت على الطائرات بالشوط اوت كومبيتيشن 5-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، وفازت الشرقية على الطائرات بنتيجة 5-3. مبروك
لمحافظة الشرقية، مبروك لمحافظ الشرقية، مبروك لإدارة مجلس إدارة الشرقية، مبروك لأعضاء مجلس الإدارة، ومبروك الجماهير العظيمة اللي موجودة، اللي ساهمت في إحراز هذا العرس الكبير جدا. ألف ألف مليون مبروك. الشرقية عظيمة طبعا برجالها. مبروك للدكتور رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الدكتور ممدوح. ألف مليون مبروك لرئيس مجلس إدارة نادي الشرقية. مبروك لأعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية.